بسم الله، صلوا على محمد. هذه سالفة طال عمرك سمعتها أمس. اي نعم، من رجال يروي سوالف والله زينة. خلف راوي للقصص ويجيب قصص زينة. يقول يا طول العمر، شوف هذه القصة تبين ان الله سبحانه وتعالى، ان الله اذا اراد لك شيء سخر كل شيء لك. الله يبي يجيك شيء خلاص، يبي ينفعك كل شيء بتسخر لك. واذا ارادك بضر ما يستطيع احد يمنع عنك. هذا رجال يا طويل العمر يسولف عن نفسه، يقول انا رجال منعم الله علي، اشتغلت في اعمال حره وبيع وعقارات، واصبحت من تجار البلد، يعني عندي مال ما يحتاج. يقول ولكن يقول حياتي ماشيه وعندي عيال ومتزوج واموري زينه وكل شيء عندي، ما بناقصني شيء ابدا، الحمد لله احمد الله واشكره. يقول لكن جاء في هكذا يوم ولا بديت احس مثل الدوره، يعني يدور راسي. يقول ولا قعدت على الصحن اشوف الصحن كانه يستدير دوخه. ايه يقول وصارت الارض تدور بي يقول لدرجه اني ماسك السياره، يقول احس مثل الدوار كذا، ثم صدمت اللي جنبي. يقول وتناكست اموري، وبديت كل شوي يقول ماشي، كل شوي اتردى ولا ما ادري وش اللي انا احس به، ما هو بوجع. يقول احس شيء في راسي بس فيها هالدوران اللي يجيني، يقول ما ادري وش هو، احس الدنيا تدور فيني. يقول رحت لأكبر الأطباء عندنا في المملكة، قالوا الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني. يقول وأنا أروح ولا فيه طبيب مشهور مرة عندنا ومستشفى كبير معروف وغالي بعد، أنا ما بناقصني شيء، دراهمي مالت البنك. يقول واروح أبيهم يدوروا لي علاج. يقول المهم أخذوا لي أشعة وتحاليل وأشعة ومغناطيسية وما أدري وش ذي الرنين. والمهم جاني الدكتور قال شف، حنا عندك مشكلة في المخيخ، يعني في وسط راسك فيه مثل الورم، وأن الورم هذا طبعا ما ندري هل هو حميد ولا مو بحميد، إلا ناخذ منه، صعب ناخذ منه إنه في الراس ولازم نشيله وهو اللي مأثر عليك. ولكن إذا تدخلنا جراحيا في المنطقة هذه ترى لازم يمكن تفقد لك حاسة ولا حاستين، أما الكلام ولا المشي ولا الشوف ولا ما عاد تسمع ولا كلهن ما ندري، يعني لأنها التدخل في المنطقة الحساسة دي صعب. يقول يوم ضاق صدري مرة غادت الدنيا ما تسوى عندي شيء أبد. قلت شلون؟ قالوا ما في حل إلا نسوي لك العملية ذي، بس تصير مستعد أنت لنتائجها، في احتماليات الأشياء ذي أنك تفقدها مثلا. المهم ضاق صدره، قال زين بروح وشوف. راح البيت وضاق صدره وقعد. يقول قعدت لي يمكن حول اسبوع او اسبوعين، يقول ولا اني بكلم احد، يقول انعزلت عن الدنيا ولا ادري عن الناس. يقول سبحان الله، دنيتي هل انا عايش فيها صارت ما عاد تسوى شيء ابد، وحسابي وهالملايين اللي عندي ما تسوى شيء، ابي بس العافيه. يعني عشان يدري واحد من السالفه ذي ان الفقير اللي ما عنده الشيء لكنه منعم الله عليه بالصحه والعافيه، تراه يملك شيء ما يملكه اغنى واحد. الصحه هي اغلى شيء يملك الانسان. هذا يقول انا في وقتي هذا يقول مستعد اضحي بمالي كله، بس اهم شيء اني اتعافى، ابي بس العافيه، لو تنشر شريت. يقول لعلي بعد فتره جاء واحد من ربعي وقال لي ان فيه دكتور كلمته عن موضوعك، وانه قال لي خله يجيني، انا فيه دكتور برا في فرنسا ممكن نشرح له الموضوع، يعني اعطاني شوي امل. رحت انا واخوي هذا للدكتور اللي هو عرف، وقال لي نعم فيه دكتور مشهور في فرنسا بالتخصص هذا في التدخلات في المخيخ، ويروحون لما الناس وهو ارجى من غيره، يعني حتى لو سوالك العمليه يمكن نسبه حدوث الاضرار نسبه اقل بكثير، ولكن يحتاجك انك ترسل اوراقه، ولا اعطاك الموافقه تروح لما. قلت ما يخالف، سو اللي تبي يا دكتور، وش اللي تبي، بس هذا احنا مره معك. ارسل اوراقي وفحوصاتي، وقال الدكتور تعال. ناداني لفرنسا، فيزت لفرنسا وخذيت معي 2 من ربعي، يقولوا رحت لفرنسا. يوم رحت لفرنسا ولا ماخذ لي بعد مترجم
على حسابي يمشي معي مرة. يقولوا جينا قال الدكتور الفحوصات والأشعة اللي خذيتها أول خلها، نبي نسوي لك فحوصات من جديد وتحاليل. سووا لي فحوصات، يقول قعدت عندهم يومين أو ثلاثة وأنا بس أشعة وفحوصات واختبارات وما أدري وش. يقول يوم خذيت عندهم 5 أيام وأنا كل يوم رايح جاي رايح جاي أتردد على هالمركز. يقول هو طبعا قال لي فيه عدة مراكز، المركز هذا يقول أنا اخترت المركز ذا ولا غالي بعد، بس قلت ما يخالف أجهزته وشغله. يقول سبحان الله، يقول يوم اني جيت لما الدكتور هذا قال شوف، قعد بعد الفحوصات كل شيء جلسنا مع الدكتور نفسه عشان يشرح لنا الموضوع. وانا والله حالتي النفسيه يقول ما ادري عن الناس وتني في عالم ثاني. قعدت عنده قال شوف اللي في راسك هذا اللي قالوا انه ورم، هذا شيء خلقي من مخلوق في راسك اصلا، ما ولا له اثر ولا اثر عليك في مخك. وهل يجيك هذا الدوره اللي تجيك ذي، الدوران اللي يجيك والدوخه ذي مهم منه. وشلون يا دكتور؟ قال انت عندك التهاب في الاذن الوسطى. سبحان الله. وان الالتهاب هذا يبي له علاج 3 أيام عندنا وباذن الله ما فيك شيء. يقول يوم فتحت الحياه توي اشوفها الحين، بديت اسال وين فلان والناس وبديت اكلم. سبحان الله، ابن ادم ضعيف جدا. يقول تغيرت دنياي كلها مره. يقول صرت اجي روحتي وجيتي لما المركز الصحي هذا والعياده ذي، يقول تغيرت، صرت اروح وانا منشرح ومستانس واتلفت وناظر الناس. يقول اخذت يوم يومين، باقي اليوم الثالث. يقول اثر فيه رجال اشوفه كل يوم، اجي كل هالايام اللي راحت وانا اجي لما العياده هذه واطلع وهو واقف عند برا. يقولوا الاشباه عربي. يقول واقف عنده، السلام عليكم. السلام، انت عربي؟ قال ايه انا عربي. وش انت؟ قال انا يماني. سلامات، وش عندك؟ قال انا سالفتي سالفه. قال اعطنا سالفك. قال انا رجال بنتي مريضه وانا يمني وعندي تجاره وعندي ما ادري شو يقول، لكنها ما تسوي شيء في العلاج هذا. يقول بعت المحل اللي عندي في اليمن وبعت بيتي وبعت ما ادري شو يقول بعت، وعلشان اجي اعالج. ويوم جيت هنا ودخلت بنتي للعياده وشافها الدكتور، قالوا ان المبلغ اللي انا جبت هذا ما يكفي ولا ربع قيمه شو اسمه العمليه. واني كل يوم اجي لمهم الى الان وانا ما فقدت الامل، كل يوم اجي احاول انهم يا يعطوني اقساط او ينزلوا له لي او يشوفوا لي حل او اكلم احد. ما ادور حل بنتي، ما عندي الا ذا البنت وشفتن عليها ودي انها تشوف العافيه. يقول قلت وشلون وش بنتك وش فيها؟ ويقول وسأل عنها. المهم يقول دخلت عندهم في الاستقبال ومعي المترجم ومعي واحد من يشتغل عندي. يقول قلت طلعوا لنا ملف الطفله فلانه. يقول طلعوا الملف وقلنا وش كم تحتاج. يقول ولا ذاك اليوم انا دريت ان الله سبحانه وتعالى مسخرني، جايبني من السعوديه وجايبني هالمرض هذا اللي قالوا ان فيك مرض ما يتعالج الا في فرنسا، وهو طلع مو بشيء، ما اكتشفوه في السعوديه، ما اكتشفوه الا في فرنسا. اني جايين علشان اعاون هالبنيه ذي اللي جايين هو وابوها. قلت بدفع العمليه لوها مليون. يقول يوم جاء ترى اظنها تكلف حول 150,000. يقول قال خلاص ارفعوا اوراقها وهذا حسابها نعطيكم اياه. وفعلا سدد. يقول ولا الابو واقف عندنا يناظرنا. يقول تدمع عيونه يبكي. قال وشلون انت وش؟ قال انا مرسل من الله لك. قال عز الله ان الله مرسلك لي ولا ما. يقول انا كل يوم اصلي من يوم جيت هالديره وانا ورفضوا يسوون العمليه بنتي، وانا قاعد ادعي اقول يا الله يا رب انك تفرج همي وانك تجيب لبنتي من يعالجها. يقولوا كل يوم ادعي ولكن الشيطان يجي يقول ابد وبنتك من معالجها. يقول الشيطان عندي يقول ابد ويسني انه ما جايك علاج ولا جايك شيء. لكن سبحان الله سبحانه وتعالى سخر له الرجال جاء من السعوديه، رجال انتاجه، علشان يقف عند الباب ويدفع عنه دراهم. قالوا هذه مصاريفكم وتذاكركم، عطى زود فلوس. قال هذه عشان جلستكم في لانها عنده بعد العمليه نقاهه وعنده مصروفات. يقول تكفل بها كلها. رجع للسعوديه في باله الرجال هذا ان هل الحادثه اللي جته
يقول تعلمت منها وعرفت ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيء يسخر لك كل شيء عشان يحصل له هذا الشيء اللي يبيه هذا. الله سبحانه وتعالى اراد العافيه لهالبنت. شوفوا وهي في فرنسا سخر لها الرجال، جاه بلا في راسه، راح يعالج ولا عالجه في السعوديه، جاء دكتور قال علاجك في هاك المصحه، علشان يروح ويدفع ويساعد هالبنت على سلامتكم. هذه السالفه.